فكرت قبل كده كام مره تشتري بروتين بس كنت متشتت ومش عارف ايه الفرق بين الانواع بتاعته؟ تعالى بقى اقول لك ايه الفرق بين انواع البروتين. اول نوع معانا وهو الواي بروتين كونسنتريت، ده نسبه البروتين فيه تقريبا من 70 ل 80%، ويبقى فيه نسبه دهون ولاكتوز وسكر قليلين شويه. وتاني نوع معانا وهو البروتين الايزوليت، بالعربي كده المعزول. طيب ليه سموك بالاسم ده؟ عشان هو بيبقى معزول من اللاكتوز والجلوتين، وبيبقى فيه نسبه بروتين تقريبا 90%، وبيبقى حل افضل للي عندهم حساسيه الجلوتين او حساسيه اللاكتوز. وثالث نوع وهو الواي بروتين هيدرولايزد، وده اكتر نوع عدى بعمليات تصفيه وتكسير، ويعتبر من انقى انواع البروتين واسرعهم امتصاص. بس الصراحه سعره غالي شويه وطعمه ممكن ما يعجبكش قوي. انا عامه بفضل الايزوليت، بس سعره طبعا اغلى من الكونسنتريت. فانت لو ما عندكش حساسيه الجلوتين او اللاكتوز ممكن تجيب كونسنتريت عادي، بس تجيب نوع كونسنتريت يكون نظيف ويكون فيه اقل نسبه دهون وسكريات ممكنه. ولو عاوز تشتري افضل انواع البروتين والمكملات واضمنها يبقى اكيد دكتور فيت ستور. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت.